السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انت لسه هاوي جديد في تربية العصافير، ايه احسن عصفور ممكن تربيه ويجيب لك يعني انتاج كويس، وبسم الله ما شاء الله كمان ممكن يجيب لك ربح كويس؟ من احسن العصافير اللي ممكن تربيه هو عصفور الكوكتيل يا جماعة. ليه بقى؟ العصفور ده بصراحة هو ملك السوق، وبالذات الكوكتيل اللاتيني. وخلي بالك لما تيجي تربي عصافير مش بغلو العصفور، يعني مش في ناس تقول لك ايه، انا اجيب عصفور يكون ب 5 6000 جنيه يجيب لي زغاليل، امسك الزغلول الواحد ده ابيعه ب 2000 3. اقول لك لا والله، ده في ناس بتكون مربيه الاستراليات والزبره، وبتكون عصافير يعني بالنسبه للاستراليات دي بتكون عصافير رخيصه، ولكن انتاجها بيكون واسع وبسم الله ما شاء الله بيكسبوا منها كويس جدا. ليه؟ انتاجها بيكون كتير ورزقها بيكون حلو قوي. وفي ناس ممكن تجيب كوكتيل البينو مثلا، والكوكتيل ده يكون ثمنه 2000 جنيه، او ممكن يجيبوا مثلا دره الهندي وكلام من ده، وتبص تلاقي الانتاج بتاعه يبقى بطيء جدا جدا. الموضوع ده يا جماعه رزق، الموضوع العصافير ده رزق، بس اهم حاجه برضه انت بتعمل اللي عليك والباقي على الله. فانت بدايتك بتكون في التربيه ازاي؟ اهم حاجه البدايه. لو انت ابتديت بدايه غلط في تربيه العصافير، هتبص تلاقي راس مالك اللي انت حاطه للاسف هيضيع منك، وهتلاقي نفسك اتعقدت وقلت لا يا عم عصافير ايه، وهتلاقي نفسك مره واحده بعت الدنيا كلها، بعت كل العصافير اللي عندك. فانت اهم حاجه انك تبدا بدايه صح. البدايه الصح انك انت لما تيجي تربي اي نوع من انواع العصافير، رخيص غالي، تربي عصفور يكون شباب لسه، تاخده تربيه لسه على ايدك في البيت، لسه انت اللي هتعوده على الاكل وهتعود على المكان، وتبقى عارف قصته وعارف مين الذكر ومين النتايه، ولما يكبروا تجوزهم لبعض. يعني انت لما تيجي تبدا تشتري مثلا كوكتيل، تشتريه شبابات سن 3 4 شهور، ولما تيجي تشتريه اهم حاجه انك تتاكد ان هم ذكر وانتايه، وتاخدهم تحطهم عندك في البيت لغايه ما يكبروا ويوصل سنهم ل 10 شهور. بعد كده تبدا انك انت تعلق لهم البياضه، وتلاقي الشغل عندك بسم الله ما شاء الله بقى زي الفل. والله العظيم لو بدات بجزء واحد بس ربنا هيرزقك منه. طول ما انت بتتحرى القرش الحلال فربنا سبحانه وتعالى هيبارك لك وهيكون معاك. فانت هنا اهم حاجه البدايه. وده كان فيديو قصير قوي عن انك ازاي تختار العصافير اللي هتربيها، مش شرط بالغالي زي ما قلت لحضراتكم. تمام؟ فانت علشان خاطر تبدا بتربيه العصافير ابدا بعصفور وسط، لا هقول لك رخيص ولا هقول لك غالي، خليك في الوسط. الوسط اللي هو ايه؟ كوكتيل اللاتيني ده ممتاز جدا جدا، تربيته حلوه وسهله، وعصفور بيغرد وبتسمع صوته الجميل في البيت، وفي نفس الوقت انتاجه ممتاز جدا. وده كان فيديو قصير ان شاء الله عن تربيه عصافير الكوكتيل. بشكركم جدا، بتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم، اتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناه، تفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.